وحده الكارغو، وحده الترافايريان، وحده الهندلينغ، وحده الكاترين، احنا فيها حاليا. سيد الوزير، السياسة الجديدة للحكومات تتكلم على استثمار الجزائري في إفريقيا. أنت على بالك أن النقل الجوي في إفريقيا المونوبول حكمه روايل اير ماروك. الجزائر عندها 74 ديستيناسيون alors qu'elle a plus d'avions que Royal Air Maroc. Royal Air Maroc عندها 92 ديستيناسيون dont 60% en Afrique. علاش مثلا الجويه الجزائريه ما عندهاش يعني دي ديستيناسيون على افريك، خاصه ان تكون دائما سكون ابل ان ترونسون بور اريفي اون اوروب، يعني مثلا اللبناني باش يروح لامريكا لازم يجوز على كازا ويروح لنيويورك ويروح لمونريال. نفس الشيء في لي لون كوريي، مثلا المغرب فتحت لالين مونريال كازا في 79، احنا فتحناها في 2008. يعني الى متى نكونسونطريو لي فول تاعنا فير لوروب اي بلو بريسيزيمون فير لا فرانس؟ شوف الموقع الجغرافي للجزائر هو يعني رانا رأس افريقيا في لا بون بوزيسيون جغرافيك. كاين فيه مطار جديد حاليا في الاشغال، وراح نسلموه في 2018، وراح اعطينا له، هو يعتبر هاب سي صا اكزاكتومون فيه المنطقه تاع الترانزيت. الترانزيت يعني مسافرين من افريقيا يعبروا على الجزائر باش يمشيو الى اوروبا. هو يعني طلب من بلدان افريقيا. فيه الصيانه كذلك. فيه نتكلموا على الصيانه. نعم، فيه قاعدين نخلقوا في خطوط جديده يعني ما بين اديس ابيبا، خرطوم، يعني عده بلدان، ومن طالبهم هم اللي طلبوا باش يعبروا على الجزائر. كان طلب قديم يعني. احنا في عندنا الموافقه، بس لازم اتفاقيه في النقل الجوي المدني اللي تسمح لنا باش نديروا يعني هذا ربط لسانكام ليبرتي هو مسجل في البرنامج تاع RRG. لا بصح لازمها امكانيات كبيره باش دير لونكوري، لازم لك دي غرو بورتور. عندنا حاليا عندنا بيكا، راه نفتحوا مقصود، كاين فيه مونريال، فيه مشروع نيويورك ايضا. لما لا؟ هذا كل يعني مسجله في برنامج عصرات RRG، وهذا يمشي بالاتفاقيات مع البلدان. شوف، في النقل الجوي، في النقل البحري، الوضعيه الجغرافيه تاع الجزائر هي في احسن مكان. نفس الشيء نستغلوا في الميناء الجديد الوسط اللي راح يكون ميناء لاعاده الشحن الدولي لنقل البضائع من والى افريقيا عبورا عن الجزائر. هذا راح يكون يعني هو استراتيجي للجزائر. ولكن كي تقارن تقول فيه بلدان اخرى عندهم مثلا ميناء طنجه اللي هو الاول افريقيا. كي نديروا الميناء تاعنا نتكلموا بعد. وقتاش نوصلوا نديروا ميناء كما ميناء طنجه؟ راح الميناء اللي راح نديروه علاش هو احسن منا يعني؟ الجزائر الوسط. نعم. اللي راح ننطلقوا فيه الاشغال قبل نهايه السنه. راح يكون اكبر ميناء في البحر الابيض المتوسط. متى يكون جاهز هذا؟ يكون جاهز، ننطلقوا في ابتداء الاشغال استغلال في 2021. هل لدينا الامكانيات الماديه والجزائر تعيش ربما ازمه ماليه؟ قلت لك الاشغال تنطلق في اخر 2016. المعنى انه كل ما يربط التموين جاهز، كل شيء مرتب. نمشي لمجلس مساهمه الدوله لخلق شركه ذات اسهم مختلطه العام راح تعملوا فيها شركات صينيه وشركات جزائريه اللي راح تقوم بالدراسات بالاشغال